السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة من نشرة النجم الاهلاوي. زي ما اتعودتوا حضراتكم معانا بقى بتعرفوا كل حاجة عن النادي الاهلي. يلا بينا نبدأها مع بعض. بسبب سب الدين لمحمد الشيبي لاعب بيراميدز وصفه على وجهه، الكابتن محمود الخطيب يقرر تغريم حسين الشحات نص مليون جنيه بدلا من 300 ألف جنيه، ويطالب اتحاد الكرة ورابطة الأندية بمضاعفة الجهد والعمل على إرسال العدالة وتنفيذ ما تجدي به اللوائح الرياضية وفق معايير واحدة وواضحة في الجوانب الإدارية والتنظيمية والانضباطية والجوانب المالية مع كافة الأندية لحد سواء. الأهلي يرفض مقترح أحمد موسى باتصال كابتن محمود الخطيب بمسؤولين نادي بيراميدز لإنهاء أزمة اللاعب حسين الشحات والشيبي بشكل ودي. والكابتن يؤكد انه لم يمكن ان يحقق طموح السمسار بانه يتصل بيه ويحل الازمه بشكل ودي وان يتحدث مع اسطوره مثل الخطيب. لم يحقق طموح السمسار بعدما قام حسن حمدي بطرده من النادي في وقت سابق، وذلك بعد تهريب احمد حسن كوكا. اتحاد الكرة يفتح باب القيد للأندية بداية من يوم 27 يوليو الجاري وحتى 14 سبتمبر المقبل. اتحاد الكرة يطمئن ان الاهلي سيتم السماح بقيد 5 لاعبين اجانب للاندية، بقيد 5 لاعبين اجانب كبار بخلاف اللعيبة الناشئين تحت 23 سنة بالموسم الجاري، يبقى 8. اتحاد الكرة يؤكد على انه لا يجوز الى اي نادي شراء لاعبين فوق القيمة المالية المقدمة في الميزانية في ملف التراخيص في الموسم الجديد، وإنه لا يجوز لأي نادي إعارة أكثر من 7 لاعبين في الموسم الجديد، ولا يجوز أيضا استعارة أكثر من 7 لاعبين في موسم واحد، ولا يجوز أيضا استعارة أكثر من 3 لاعبين لنفس النادي، وإنه لم يسمح لأي مدرب بأكثر من تدريب من فريقين في خلال الموسم، خصوصا لو رحل هو بكامل إرادته. كولر يستبعد الشناوي وكهربا وياسر إبراهيم ومعلول ومحمد هاني واليو ديانج ومحمد مجدي قفشه واحمد عبد القادر وحسين الشحات ومروان عطيه ومحمد شريف من قائمة الفريق في مباراة المصري. ميمي عبد الرازق يقرر الرحيل عن النادي المصري بعد مباراة النادي الأهلي أينما كانت النتيجة. كريم العراقي ظهير أيمن النادي المصري ينتظر انتهاء مباراته مع النادي الأهلي لإتمام انتقاله للبنك الأهلي. معتز محمد وأحمد زعلوك، أحمد أشرف وميدو نبيل وأحمد خالد كباقة سداسي الفريق الشاب يظهرون في مران الفريق اليوم للاعتماد عليهم في مباراة نادي المصري البورسعيدي. عمرو موسى قائد نادي المصري يغيب عن مواجهة النادي الأهلي بسبب الإصابة، وإيزي إيميكا يغيب للإيقاف. أحد الصحف المغربية يحيى عطية الله لاعب منتخب المغرب والوداد المغربي سابقا بات قريب جدا من الانتقال للنادي الأهلي في الصيف المقبل في صفقة انتقال حر بعدما انتهى عقده مع نادي الوداد المغربي. علي لطفي بات قريبا جدا من الانتقال لنادي زد بعد تأخر وصول عروض رسمية للاعب محمد الشناوي. المستشار مرتضى منصور إمام عاشور وش السعد على النادي الأهلي منذ أن تم الإعلان عن الصفقة والأهلي عمال يخسر. كل ما افتكر منظر إمام عاشور وهو يضرب وليد سليمان بالقدم في ظهر وليد سليمان أقول فعلا الله يرحمك يا صالح سليم. أقسم بالله لو إمام عاشور هيحقق لي 20 مليار بطولة لم أريده بعد هذا الموقف. بكده نكون انتهت حلقتنا النهاردة. ما تنسوش يا جماعة لايك وشير واشتراك في القناة لو مش مشتركين.